بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله يدوم افراحكم. اليوم عندنا حلوة معسلة، حلوة القريوش تاع الوردة نستحقوا فيه. عندنا زوج حبيبات تاع بيض، واحدة نديروها كاملة، واحدة نستحقوا غير الصفار ونخلوا البياض ومن بعد نستحقوه. عندنا كاس ما دافي فيه شوية ما زهر، قيس مغرفة ولا زوج كبار، وعندنا مورسو تاع زبدة، وعندنا نشا زوج مغارف، وعندنا باكي نوارة، عندنا قريصة الملح، وعندنا فانيلا، وعندنا مغرفة كبيرة خل. نروحو دوكا طريقة التحضير. نديرو زوج حبات بيض، نديرو وحدة كاملة وحدة صفار برك، نزيدو عليها المورسو تاع الزبدة تكوني خرجتيه من قبل من الفريجيدير. نروحو دوكا نخلطو الزبدة والبيض، لكن عندك الباتور احسن، ولكن ما عندكش معليهش تخلطي غير بالفوي. ما نخلطوش بزاف، قيس برك ما تدخل الزبدة مع البيض. نروحو دوكا نديرو نص كاس ماء دافي مع زوج مغارف مزهر، نزيدو لهم مغرفة كبيرة تاع خل، نديرو عليهم الفانيلا وقريصة الملح، فانيلا تقريبا مغرفة كبيرة تاع قهوة، ونرجعو نخلطو مليح. هذاك الماء اللي يكون دافي راح يساعد شوية الزبدة باش تذوب معانا، ما نخلطوش بزاف، قيس ما برك يداخلوا المكونات مع بعضهم. القريوش هذا راح يجيك خفيف، يجيك مقرمش، ولا غير يجي روعة ما شاء الله. الفارينة نستحقوا زوج كيسان ونص، بهذا الكاس اللي راني نعبر به. راني قدامكم نعبر الكاس الاول، نديرو كامل ونخلط. نروحو نديرو ثاني الكاس الثاني، نديروه كامل. هنا نروحو نديرو الخميرة، نديرو مغرفة كبيرة تاع قهوة معمرة، ونبقاو نحركو. دوكا نلمو العجينة غير بالاصابع، باطراف الاصابع. هذا الكاس الثالث راني حناخذ منه نص برك. هنا العجينة تاعي راهي قريب تتلم معايا، هنا بعد ما تلمت العجينة راني نوري لكم في الكاس الثالث شحال خذيت منه نص وبقى لي نص. نروحو ندلكو شويه العجينه، ندلكوها 2 دقائق ولا. وشوفوا العجينه راهي طريه معايا، جات ما شاء الله. الخل هذاك يخلي العجينه تاعنا خفيفه. نروحو نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها تريح. العجينه هذه قد ما تريح قد ما تجي القريوش تاعكم يجي شباب. خليها تريح نص ساعه ولا. انا في الحقيقه ما خليتهاش ريحت بزاف. هنا نروحو نجيبو النشا، هنا النشا راح يعاوننا على التوريق. شوفوا العجينه كيف راهي معايا. نديرو النشا من الفوق ومن التحت، وراهي تنحل معايا بسهوله، جات طريه ما شاء الله. وهنا بعد ما حليتها
حليتها كامل. راني نوريلكم فيها، لازم تحلوها رقيقة كيما راني نوريلكم، لازم رقيقة حتى تبان لك البلان دو طرافاي تاعك من التحت حتى يولي يبان. وروحي ديريها هكذا بهذا المول. انا استعملت هذا المول، وكل وحده واش تستعمل، تحبي تكبري الحبه تحبي تصغريها. طبحتهم كامل ونروحوا نحو هذوك الزوائد، وهذو الزوائد ما نعجنوهم ما والو، نلموهم ونخليوهم في ساشي يرتاحوا، ومن بعد نعاودوا نطبعوهم. العجينه هذه راهي زاكيه، راح تخرج لك كميه مليحه تاع القريوش. ولازم هنايا العجينه ديريها رقيقه باش القريوش تاعك يجيك خفيف ويتورق معاك. نروحوا نجيبوا بياض البيض ونحكموا كما راكم تشوفوا هكذا. الاولى نديروها بانسو، لازم يكون عندك شويه بانسو رقيق. نديرو لها الخط هذاك تاع البيض، نزيدو نحطو وحده فوقها، ونزيدو ثاني كنديرو لها البيض. البيضه هنايا برك ما تعرضيش هذاك الخط باش من بعد الحبه تورق معاك. ديريها قيس ما تنشد لك الحبه برك. وهنايا كل وحده وشحال تحب دير. انا درت 6 حبات فوق بعضهم، وكاين اللي دير 5، بصح ما ديريش قل من ال5 ماهوش راح يجيك مليح. 6 ولا 5 راح يتورق معاك ويجيك يجيك الشكل تاع الوردة. ونروحو ان كيردون هكذا نديرو لهم خط في الوسط على حساب الخط تاع البيض، نضغطو شويه ماشي بزاف بصح نضغطو. ونحطوها بجهه، نزيد ندير حبيبه معاكم. نديروها بنفس الطريقه اللي درنا بها الاولى. دائما نحطوا الحبيبه تاعنا ومن بعد نديروا لها الخط تاع البيض ونديروا الاخرى فوقها لحتى اخر وحده. والعجينه لازم نرقوها ما نخلوهاش خشينه. ونروحوا ثانيك نديروا لها هكذا. نكملوا باقي الحبات اللي مازالونا. هنايا العجينه اللي بقات لي انا كملت الحبات هذوك طبحتهم، والعجينه اللي بقات لي راني نعاود نطبح فيها. فتحتها وراني نطبح فيها. وشوفوا العجينه كي تكون مريحه الدوائر تاعنا ما يجوش ما يتكمشوش معانا. وهنايا راني كملتهم. هنايا نروحوا للزيت نكونوا سخناها، الزيت نسخنوها مليح ومن بعد نقصوا الفرن ونرميو الحبيبات تاعنا. وكي نرميوهم نبداو نرميو عليهم في الزيت، ودائما نرموهم على الجهه السفلى تاع الحبه، ما نرميوهمش على الجهه الفوقانيه. وغير نشوفوهم تفتحوا معانا نبداو نقلبوا فيهم، ودائما الفرن نكونوا منقصين له باش يطيب لنا من الداخل. شوفوا كيفاش دار معايا هذوك الشلافط جا ما شاء الله. واني متاكده بلي راح ينجح لك من المره الاولى وجا شكله شباب يوالم هكذا المناسبات والافراح. شوفوا كيفاش الوريده تحلت معايا.
ودايما نرميو عليهم الزيت. اني نوري لكم باللي هذاك الخط دايما نديروه من الجهه لا السفلى، نديروه من التحت ونرميو الحبيبه تاعنا هكذا باش الحبه تاعنا تتورق معاكم وتجيكم شابه. هنا الشكل هذاك الواحد واش يقولوا، كاين اللي يقولوا الوريده، كاين اللي يقولوا الجوزه، هو معروف بالشكل تاع الجوزه وكل وحده واش تقول له. وشوفوا كيفاش تحلوا معايا، وكل وحده وكيفاش طريقه القلي تاعها. كاين اللي تحب تصفرهم برك وكاين اللي تحب تحمرهم. انا نحبهم هذاك اللون الدوغي الشباب، انا حمرتهم شويه. ثانيك باش تضمني انه انقلع وطابلك من الداخل. شوفوا ما شاء الله جاوني هذوك الشلافط، والبنه ما نحكي لكمش جا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. بعد ما خضاو لي هذا اللون دوكا نروح نحيهم ونخليهم يقطروا. في تكوني حاطه طبسيه فيه بابي ابسوربون باش يشرب لك هذيك الزيت، وكي تعسليه تجي الحسيله باينه فيه. هنا بعد ما قليته وكملته نروحو نديروه في الحسيله. الحسيله تحبي تخدميها تحبي تشريها، برك لازم الحسيله تكون خاثره، تكون القوام تاعها يكون ثقيل شويه. وما تزيدي لها حتى اضافه، ما تزيدي لها لا مزهر لا حتى حاجه، باش القريوش تاعك يبقى مقرمش معاك لمده اطول وهو سخون. والحسيله يا اما هو يكون بارد والحسيله تكون دافيه، يا اما العكس باش يتعسل معاك مليح. نقطروه ونحطوه بجهه. الريحه تاعو راهي تشهي ولا غير ما شاء الله. قادره العجينه ديريها الصباح وتخليها تريح، وفي الحشيه برك تطبعيه وديريه، ماهوش راح يشد لك الوقت. حاجه سهله ومعسله وفي نفس الوقت تحمر لك وجهك. هنايا نكملوا باقي الحبات كامل نعسلوهم بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملت عسلته شوفوا الشكل النهائي تاعو. القريوش تاع الجوزه جا ما شاء الله. هاي نوري لكم في الشكل، ومام جاني يتقرمش. شوفوا كيفاش جاني ما شاء الله. شهيتكم في الجنه خياتي، والبنه ولا غير جا روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. الى الملتقى ان شاء الله. سلام.